السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم في مقطع جديد مختلف عن المقاطع اللي قبل. كثير من أصدقائي طلبوني أسوي لهم حركات الجمباز بالتفصيل، وأنا الحمد لله عندي خبرة يمكن صغير، وبإذن الله إني راح أعلمكم كيف تقلب على وراء بالتفصيل. صراحة يوم شفت بعض المقاطع اللي باليوتيوب، الواحد يجيك يقول اقلب على ورا. انا كيف اقلب على ورا؟ ما عندي الخبره، ما عندي الاساسيات اني اقلب على ورا. شلون بتبيني اقلب على ورا على طول؟ وبعض الناس يجيك اكثر المقاطع، انا صراحه شفت المقاطع اللي باليوتيوب يقول لك تعال وسوي الحركه على طول، جيب لك مكان امن وحط لك هذه وشقلب على ورا. هذه كثير من الناس طاحوا وتكسروا حتى بمكان امن. طيب افرض انك جيت وتشقلبت طاح كل ثقلك على رقبتك انكسرت لا قدر الله. انا راح اشرح لكم بالتفصيل خطوة خطوة، بس بشرط تلتزم باللي أقوله وخلوكم معنا. أول شيء معنا تمرين الظهر. أول شيء تسويه تفرد يديك قدام، والجلسة لازم تكون زي كذا بالضبط، ثم ترجع ورا تطالع في يديك، تطالع في يديك لين ما تلمس الجدار، ثم ترجع مرة ثانية. هذه تسويها كم مجموعة؟ تسويها 3 مجموعات و10 عدات اللي تقدر عليه. وكل ما حسيت انك تعودت ان خلاص تقدر تسويها اسهل من اللي قبل، راح ابعد عن هذا الجدار اكثر، علشان وشو تنزل اكثر، تنزل بعد اكثر. شوف شلون نزلنا اكثر، وتبعد لين ما تصقع على الارض، لين ما تلمس الارض. في ما يقدر انه يرجع على ورا، اخر شيء يروح عند الجدار. دقيقه خلينا نوخر المراسل. يروح عند الجدار ويقول كذا ويمشي بيده تمشون وثم ترقون مرة ثانية بالتدريج، على شوي لين ما تصقع على الأرض كذا. شوفوا كذا تلمس ثم ترقى مرة ثانية. هذا يساعدك الجدار، يديك تساعدك. ولا الحركة الصحيحة كذا، تروح زي كذا ثم ترقى زي كذا يلين عندك الظهر، وراح إن شاء الله تشفى من آلام الظهر. اللي يشتكون من آلام الظهر ان شاء الله راح يستفيدون باذن الله. طبعا هذا التمرين لازم تستمر عليه اكثر من يومين 3 ايام 4 لين ما تتقن. اذا اتقنت الحركه وحسيت انك خلاص راحت الشدود عنك، صدقني بس بعدين ترى تجيك الام بالفخذ. ليش؟ لان فخذك ضعيف، يبي له تمرين. مو اي واحد يقول لك تعال شقلب على ورا على طول وانت اساسا ضعيف، كل جسمك ضعيف، مو مهيئ انك تسوي الحركه. نروح للخطوه الثانيه، تسمى حركه الكوبري. الكوبري ايش؟ تجي زي كذا عادي طبيعي، تجي تسدح ظهرك، تقعد كذا، تثني ركبك، ثم تطالع بيدك تحطها كذا بالضبط، ناظر الحركه بالضبط. ثم ايش؟ ثم ترفع كذا كل جسمك كذا وتطالع تحت. هذا تسويه ثبات لمده 30 ثانيه. انا ادري انك ما راح تسوي 30 ثانيه لان بالبدايه الشيء طبيعي انه بيكون صعب عليك. تسوي 20 ثانيه 10 ثواني اللي تقدر عليه، 3 مجموعات تسويها. والى الخطوه الثالثه، تيجي على الجدار مثل ما قلنا زي قبل شوي، ثم تبعد. هذه وانت واقف تسويها. قبل شوي سويناها ايش؟ احنا جالسين لانها سهله اسهل. الحين تجي وانت واقف نفس الخطوه، تيجي تفرد يديك ثم ترجع ثم تمسك الجدار ثم ترجع مره ثانيه. تحصل ان الظهر عندك لان اكثر، ترجع وتسوي. واذا خلصنا ترجع وتمشي وترجع لين ما تصقع على الارض. ايش؟ الحركه الصحيحه 100% تجيك وتسوي زي كذا، حط رجولك، تفرد ايدك، ناظر تحت ثم تسوي زي كذا. حلوين؟ طبعا بعد ما نخلص الثبات نجي نسوي نفس الحركه مره ثانيه بس بطريقه ثانيه زي كذا. طالع في يديك لين ما تضرب الارض، ثم تمشي على ايدك، تمشي خطوه لين ما تتقنها صح، تصير تمشي بسرعه. طبعا بيجي الدم كله على وجهك وبيحمر عادي، لا تخاف. ترى ما خلصنا نهايه هذا الحركه، باقي مراحل ثانيه. الحين نعلمكم كيف تقلبون بشكل تدريجي، مو شكل على طول، لا تدريجي، عشان تفهم كيف الحركه تسويها، انت تكون فاهم الحركه نفسها. يلا نبدا الكوبري من تحت، ما نسوي من فوق. نبدا زي كذا، نسوي زي كذا، نرفع، بعدين ايش؟ تحط رجلك على الجدار، رجلك الثنتين ثم ترجع مره ثانيه، تمشي شوي ثم ترجع مره ثانيه. تسوي مجموعات، 3 مجموعات، كل شيء اللي يقول لكم سووا 3 مجموعات وعلى العدد اللي تقدر عليه. خلصنا من المرحله هذه، هي تبدا مراحل اضعف اقوى تدريجي. اي شيء يجيك تدريجي، مو على طول. صدقوني اللي يسويه على طول
ممكن يقدر يسويها بس مو على الشكل الصحيح، راح يطيح ولا يجيها اصابه ولا يجي شيء، بعدين يكره الحركه كلها اصلا، ما راح يحب الحركه، مستحيل اللي ينصاب ولا هذا ما راح يحبها. بعد ما نخلص نجي كذا، وين خلصنا على الجدار صح؟ نجي نسويها ايش؟ نفس الكوبري، ثم ايش؟ ثم تشوت برجلك كذا، شوت تشوت تدفع بنفسك لين ما تطلع فوق كذا. كذا سويت ايش؟ القلب على وراء بس بشكل غير. الحين بعد ما نخلص الحركات هذه كلها نجيب مكان آمن. المكان آمن، دقيقة نجيب الاسفنجة. الحين نقدر نوفر على انفسنا، نقدر نعرف يعني، نقدر تجينا جراءة لأنه عارف الحركات والأساسيات. معلش طاحت هذا. دقايق. حلو. الحين عندنا اسفنج. بعد ما تخلص تيجي زي كذا نفس الطريقة الكوبري مثل ما علمته قبل، الكوبري زي كذا، تروح ثم تثني رجولك، حلوين؟ تثني رجولك ثم تدفع فوق كذا كذا وتدفع فوق، لازم تكون مفرودة، أهم شيء تكون مفرودة علشان ما يطيح راسك. ثم نبدأ زي كذا، تثني رجولك ثم تشوت، تدفع تشوت، نفس الكوبري بس انه ايش؟ انك نطيت، اخذت الاحساس حق الكوبري اللي قبل. طبعا يا جماعه الخير انا نسيت اقول لكم تطالع في يديك، هذا اهم شيء، انه تثني رجولك ثم ترفع فوق وتطالع في يديك. ابيك ما تطلع فوق نفس الكوبري، تقول زي كذا ثم ترجع ورا وانت فارد يديك عشان ما تطيح على راسك. طبعا انا اعرف ناس اكيد انكم اللي جرب على طول القلب على وراء اكيد انه قال كذا وطالع زي كذا، لانه هذا ما عرف احساس الكوبري ولا عرف شيء، فهذا شرط عليه يسوي الحركات اللي قلتها قبل شوي. طبعا تقول زي كذا، تفرد يديك ثم تنزل تثني ركبك ثم تطلع فوق وين؟ تطلع وانت راجع ورا مثل ما انتم شايفين، تطلع زي كذا، تثني رجولك، تدفع ورا وتطالع بيديك. واذا اعجبكم المقطع اتمنى انكم تشتركون في القناه وتعطوني لايك، واذا تبوني استمر على الحركات هذه واشرح لكم بالتفصيل اشتركوا وقولوا لي واكتبوا لي تحت. والله يعطيكم العافيه.